ان العصابه اللي عينها على مدار سنوات متعاقبه لم تفعل هذه الاشياء، يبقى هو مصيبه. اولا لا علم، لا ثقافه، لا دين، لا مؤهل، لا معلومات عنه. عموما عنده أشكرك عند شكرا وكبرياء. شكرا العند جزيلا بالحق على والكبرياء. الأطروحات التي ذكرتها الأستاذ زاهر. احنا عايزين نكون كمان يعني واحنا بننتقد نكون منتقدين، يعني بنعرف ننتقد صح. أنا عايز أروح لنقطة من خلال الخطاب. هل كان خطاب الرئيس السابق حسني مبارك أو بمعنى آخر رسالته الصوتية لقناة العربية تعتبر أيضا غلطة من الغلطات، وأيضا كما تعود هذا النظام أن يكون دائما متأخرا بخطوتين؟ حد بيجي دايما بعد القطر ما بيطلع بساعة، يعني حد بيجي دايما متأخر. هل المسألة يعني بهذا الأمر وصلت إلى عدم وعي بإحساس المواطن المصري، ولا القصة راحت فين؟ هو دكتور أيمن، احنا عندنا نقدر نحكم على اسلوب الخطاب وشكل الخطاب من خلال تأثير الخطاب. انا شايف ان تأثير الخطاب ومن خلال المتابعة في الصحف وفي الأسئلة اللي بتسأل من وسائل الإعلام ومن خلال ناس كتير بسمعهم في الشارع، ان هناك خطأ فادح في هذا الخطاب. طبعا انه ساب اثر واحد اسمه استفزاز المصريين. استفزاز المصريين ده ليه مردود اخر، ان حتى لو كان هذا الكلام له علاقة بالواقع، وحتى لو لم تثبت إدانة الرئيس السابق، الأثر بقى موجود. لأنه أنا بعتقد أن في خطأ آخر في هذا الخطاب، هو أن هذا الخطاب استبق التحقيقات التي ستجرى بمعرفة النائب العام والنيابة العامة. وبالتالي ما كانش من المفترض ولا المفروض أن يبقى فيه خطاب يعلق على حدث هيحصل. معلش يا فندم اسمح لي، هل من الممكن ألا تثبت فعلا الإدانة بعد كل